السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصفتنا النهارده وصفة سهلة وسريعة جدا، هنعرف ازاي نحافظ على الجبنة القريش في الصيف. الكل بيشتكي من الجبنة القريش، لونها بيتغير وكمان ريحتها بتتغير. النهارده ان شاء الله هتخزني اكبر كمية من الجبنة القريش، هتقعد معاكي اطول فترة ممكنة في التلاجة. وصفة سهلة وبسيطة جدا، شوية خطوات هنمشي عليها وان شاء الله تاكلي احلى جبنة قريش. في البداية كده معايا علبة كده محكمة الغلق. معايا كمان كيلو من الحليب المغلي، غليته كويس جدا، هضيف له كده معلقة كبيرة من الملح. معايا كمان فلفل حامي وده اختياري. هبدأ كده بالسكينة، هعمل له كده او هفتح له فتحة بسيطة، بيدي طعم وريحة جميلة جدا. عندي كده كمية من الجبنة القريش وخايفة عليها لونها يغير او ريحتها كمان بتتغير، تكون عاملة كده طبقة غير مستحبة خالص في الصيف. هتمشي كده على الخطوات وان شاء الله هتخزنيها وتقعد معاكي فترة طويلة جدا في التلاجة. هبدأ كده اقلب المكونات دي او الخليط ده مع بعضه وهسيبه لغاية ما يبرد خالص معايا. الخليط طبعا برد خالص معايا، هبدأ كده ازود له شوية من المية. انا عايزة كده المحلول اللي انا عاملاه ده يغطي الجبنة القريش عشان ما تعملش معايا طبقة غير مستحبة في التلاجة. وهنبدأ كده نرص مع بعض الجبنة. عندي كده كمية اكبر بتكبري طبعا العلبة، واهم حاجة تكون محكمة الغلق. هنبدأ كده نرص الجبنة مع بعض، طريقة سهلة وبسيطة. عايزة تستبدلي الحليب بالمية المغلية برضو، عايزة تستبدلي الفلفل كده الحامي بفلفل حصى براحتك برضو، هيديكي نفس النتيجة ان شاء الله. هبدأ كده ارصها كويس جدا، هوسع لها كده مكان في الجنب التاني عشان تكون متغطية مع زي الجبنة التانية. اهم حاجة الخليط يكون مغطي او المحلول اللي انا عاملاه ده يكون مغطي الجبنة كويس جدا، وتكون كده جاهزة معايا ان شاء الله. هغطيها طبعا بغطا يكون محكم على العلبة كويس جدا عشان ما يخشهاش او يدخل لها اي هوا خالص. كمان ما تعملش معايا طبقة كده غير مستحبة في التلاجة، هدخلها كده على رف التلاجة وهتطلعي منها براحتك خالص. هتقعد معاكي اطول فترة ممكنة ان شاء الله. يا رب الوصفة تعجبكم، وفي رعاية الله.